مين اللي قال ان هم ما عملوش من جعفر العمدة جزء تاني؟ ما هم عاملين اهو بس النسخة الحريمي. انتوا مش متخيلين لو ستات مصر خدوها قدوة ليهم تلات ارباع القضايا اللي في محاكم الاسرة تتحل. احنا مش هنحتاج نعمل المجلس القومي للمرأة، الرجالة هيطالبوا بمجلس القومي للرجل عشان يحموا من الستات في الوقت ده. لا واغرب حاجة ان الحاجة نعمة بتستخدم القانون مع كل الناس الا لما بتيجي ترد حقها بتاخده بالدراع. ده احتمال بعد كده اللي يلجأ لمحاكم الاسرة هم الرجالة مش الستات خالص. هم اللي يبقى مغلوبين على امرهم ومش عارفين ياخدوا حقهم زي في البلد دي من الستات الجبابرة. وهنلاقي مطالبات بالكوم من الرجالة عايزين يسووهم بالستات. ده غير المشكلات الاجتماعية الفظيعة اللي هتبقى الفترة الجاية وحالات الطلاق الرهيبة اللي هتنتشر، لأن كتير جدا من الستات مصر بيشيلوا الحمل مع الرجالة وأكتر من الرجالة ساعات كمان. تخيلوا لما كل ست مصرية تلاقي إن المسلسل مطلع إن زوجها ده لو معاه حبة ملايين كده أول حاجة هيفكر فيها إن هو يقتلها، إحساسها هيبقى من جواها إيه؟ بدل ما نقول للست المصرية الشقيانة الغلبانة استحملي وعيش عشان ولادك واستحملي مشاق الحياة، نقول لها لا خدي بالك ده لو معاه حبة فلوس هيقتلك ويروح يتجوز غيرك. ايه بقى المعنى الفظيع اللي المسلسل ده عايز يوصله؟ وفين مساندة المرأة في المسلسل ده؟ ده بالعكس ده بيخوفها من الراجل عايشة معاه. وكأن المسلسل ده بيقول آخر خدمة الغز علقة. ارتحتي يا حاجة نعمة؟ ارتحتي يا قادرة؟